أنا عايزة أحكي لكم عن حاجة غيّرت حياتي كلّها، مش كلام دعاء ولا وعظ تقليدي، دي تجربتي الشخصية، تجربتي مع الصلاة الإبراهيمية. أنا كنت تعبانة أوي، أحيانًا باحس إن أنا مش قادرة أتنفّس، حاسة إن الدنيا كلّها فوق صدري، كنت بادعي من قلبي بس ما فيش استجابة، كنت حاسة إن ربنا مش سامعني أو يمكن سامعني بس ما بيردش عليَّ. يومها كنت قاعدة على الأرض، عمّالة أصلّي وأنا عمّالة أدمّع وأعيط، ما كانش في ولا أي حد حواليّا. كنت حاسة إن حواليّا بس همومي. في يوم جالي تليفون من واحدة قريبتي، كانت كبيرة في السن، كان صوتها هادي وأنا باحبها جدًا. قالت لي: "عارفة، أنا عارفة كويس أوي إنِّك تعبانة، بس جرّبي تصلّي على النبي، الصلاة الإبراهيمية خصيصًا، كل يوم 100 مرّة، وشوفي ربنا هيعمل إيه." بصراحة أنا ضحكت، قُلت يعني هي دي اللي هتحلّها؟ بس كان في حاجة جوايا بتقول لي أجرّب، وأنا بصراحة كنت وصلت لدرجة إني أجرّب أي حاجة، وابتديت أقول بالراحة وبدموع: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأول مرة بصراحة ما حصلش حاجة، بس قلبي كان دايما يقول لي أكمل. تاني يوم قلتها تاني، وتالت يوم، وفي اليوم الرابع حصلت لي ما اقدرش اسميها غير انها معجزة. جالي اتصال من شغل كنت قدمت عليه من 8 شهور، قدمت كذا مرة في خلال ال8 شهور وكل مرة كنت بترفض، بس المرة دي اتصلوا بيا وقالوا لي احنا محتاجينك حالا. بالنسبة لي ده كان شغل العمر، مرتبه خيالي بالنسبة لي. سمعت المكالمة وفضلت ساكتة، وبعدين سجدت لربنا وقعدت أعيط، مش عشان الفلوس، عشان ربنا سمعني. أخيرا حسيت إني مش لوحدي، ومن وقتها وأنا بدأت أفهم إن الصلاة الإبراهيمية مش بس ذكر، دي مفتاح وبوابة كبيرة، بوابة للاستجابة، للراحة، للرزق وللتغيير. كنت في ليلة بعد صلاة العشاء أقفل على نفسي وأسيب نور صغير قوي، وفي هدوء وأبدأ أقولها مرة ولا مرة ورا مرة، ومعاها كنت بطلب، بس مش زي زمان. المرة دي أنا كنت بطلب وأنا واثقة إن الباب خلاص، باب الاستجابة اتفتح. وحصلت حاجات كتير قوي في المدة دي تخلي أي حد كان يوقفني ويسألني هو إيه السر؟ إيه اللي حصل؟ منهم أختي كان عندها مشكلة في الحمل، سنين وهي بتتعالج وعينها مكسورة. قلت لها جربي الصلاة الإبراهيمية 1000 مرة لمدة 3 شهور بس. ضحكت برضو في الأول زي كده، بس جربت. النهاردة عندها بنت اسمها رحمة، ربنا يخليها لها. صاحبتي كانت داخلة على الطلاق، حياة متدمرة، بدأت تقول الصلاة الإبراهيمية كل يوم بعد الفجر لمدة أسبوعين. جوزها اتغير، قلبه اتقلب، دلوقتي بيبدأ يومه بالصلاة مع أولاده. أنا أنا كنت بقول إني منسية من ربنا في يوم من الأيام، بس دلوقتي بقيت بصحى وأنا مطمنة، حتى في أصعب الظروف قلبي بيضحك. عارفين ليه؟ لأني بقيت قريبة، قريبة قوي كمان. أجمل حاجة في الصلاة الإبراهيمية إنها بتصلك بالنبي، النبي اللي قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يعني كل مرة بتصلي عليه بتقرب وبتتطهر وبتترفع. الصلاة الإبراهيمية مش بس كلمات، دي طاقة نور، لو قلتيها وانتي موجوعة هتطبطب عليكي، ولو قلتيها وانتي فرحانة هتزود فرحتك، ولو قلتيها وانتي ضايعة
هترجعك تاني. أنا بحكي لكم دلوقتي عشان تعرفوا إنك مش لازم تكون شيخ أو متدين، ولا لازم تبقي مثالية. كل اللي محتاجينه قلب. ابدأ النهاردة 100 مرة كل ليلة، أول ما تصحى أو قبل ما تنام، ويا سلام لو في قيام الليل. وقولها من قلبك كل يوم، واكتب لي اللي هيحصل واللي هتشوفه. هيخليك تعيط، بس المرة دي دموع الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.